السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي. وصفة النهاردة عن تحضير الجبنة البيضة في البيت. جبنة خفيفة وصحية ومكون اساسي على الفطار والسحور، لكن اغلبنا فاكر انها صعبة في التحضير او بتحتاج خطوات معقدة. الحقيقة غير كده تماما. النهاردة هشارك معاكم الطريقة الصح لعمل الجبنة باستخدام المنفعة زي اللي بنشتريها واحلى كمان. الوصفة سهلة وهتغير فكركم تماما عن تحضير الجبنة في البيت. يلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا نبدأ وصفتنا النهاردة. أول خطوة معايا في تجهيز الجبنة هي تجهيز المنفعة، وده عن طريق ذوبانها في الزبادي علشان نضمن توزيعها في الحليب. والخطوة دي مهمة جدا لأنها بتساعد في تنشيط عمل المنفعة. بضيف 4 معالق من المنفعة على معلقتين من الزبادي وبدوبهم كويس. تقدروا تستبدلوا الزبادي بمية باردة، بتضيفي معلقتين مية باردة على 4 معالق من المنفعة. أهم حاجة المية ما تكونش ساقعة ولا سخنة. ودلوقتي بنجهز للحليب. معايا هنا 4 لتر من الحليب الطازة الفريش. ما تستخدميش حليب جاهز، ما ينفعش في الجبنة اللي بالمنفعة. وبدفيهم على النار. بندفي الحليب بدرجة حرارة من 37 ل 40 درجة، لو عندك ترمومتر، ولو ما عندكيش بدرجة حرارة الجسم أو زي دمعة العين كده زي ما بيقولوا. ودلوقتي هرفع الحليب بتاعي لحد ما يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة. في الوقت ده بضيف خليط الزبادي. وبنقلب تقليبة خفيفة مش أكتر من 30 ثانية، يعني ما نبالغش علشان نحافظ على القوام المطلوب. بنسيب الخليط ياخد وقته من غير استعجال لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، وده بياخد من 4 ل6 ساعات. بسيبه في مكان دافي او بتقل عليه بحاجة تقيلة كده يفضل محتفظ بدرجة الحرارة بالشكل اللي انتوا شايفينه. تعالوا بقى نشوف. هنا بقى بيحصل السحر، الحليب بيبدأ يتحول تدريجيا لجبنة، وهنلاحظ انفصال الشرش، وده معناه اننا ماشيين صح. انا هنا بقى بخرطها على شكل مربعات متساوية علشان تخرج كل المية الزيادة الموجودة فيها. تعالوا ما شاء الله شوفوا القوام. كمان هوريكم دلوقتي خرطة. شايفين؟ طبعا هي لسه محتفظة بميتها، لسه ما نزلتش المية الزيادة. بعد كده بنصفي الجبنة بالطريقة اللي تريحنا. لو عايزينها طرية بنكتفي بتصفيتها تصفية خفيفة جدا، يعني ما تزيدش عن ساعتين كده 3. ولو حابين قوامها يكون متماسك نسيبها فترة أطول. دي بقى بترجعلك انتي عايزاها كريمي وطرية بتسيبيها تصفي فترة قليلة، ولو عايزاها متماسكة بتسيبيها فترة أطول حسب ما انتي عايزة. وفي كل الأحوال النتيجة بتكون جبنة أنضف وأطعم وأوفر من أي جبنة ممكن تشتريها جاهزة، ومناسبة لكل اللي بيحبوا الأكل الصحي. وفي الوقت ده بضيف الملح. لكل لتر من الحليب معلقة كبيرة من الملح. لو حابة انها تكون حادقة عن كده بتزودي نص معلقة، يعني كل لتر من الحليب معلقة ونص من الملح. حباها تكون ملحها قليل بتقللي الملح عن معلقة، يعني بتضيفي معلقة الا ربع من الملح حسب احتياجك، تقدري تتذوقي انتي بنفسك الطعم. وبضيف الملح بالشكل ده من غير تقليب علشان الجبن ما يفصلش منك. وبغطيها وبسيبها بقى تنقع الشرش براحتها من غير ما تقل عليها. ما تقليش عليها بحاجة علشان ما تشدش منك اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب الشرش ده بقى هنعمل فيه ايه؟ ده بضيف عليه معلقة من الملح وبرفعه على النار يغلي وبسيبه يبرد. لو انتي عاملة كمية جبنة كبيرة بتحفظي بيها الجبنة، وهقولك تعملي كده ازاي في اخر الفيديو. تعالوا بقى نشوف الجبنة بعد ما صفت معايا الشرش تماما. انا سبتها يوم كامل زي ما انتوا شايفين كده.
هنا بقى بخرطها. لو انت عاملة كمية جبنة كبيرة بخرطها الخرط زي ما انتوا شايفين، وبلفها في اكياس، بحطها في علبة تلاجة، وبضيف عليها شوية من الشرش بعد ما برد، بعد ما غليناه وسيبناه يبرد. ما تعرضيش الجبنة للشرش مباشرة علشان ما تنعمش منك. بتلفي كل قطعة في كيس وبتضيفي عليها الشرش وبتحفظيها في التلاجة. ما شاء الله شايفين القوام؟ ما شاء الله كريمية وصحية لكل اللي بيدور على أكل صحي، وكمان أوفر وأحلى من الجاهزة بكتير. وبكده بنكون خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى إنكم تجربوها وتكتبولي في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة أو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل فيديوهاتي. ودمتم على ألف خير، مع السلامة.